بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم هنعمل صينية الخرشوف بالفراخ. كنت قبل كده عملتها معاكم باللحمة وهحطها لكم في صندوق الوصف مع المقادير. عندي هنا دجاج مفروم مع شبت وكزبرة وبقدونس، والبهارات احطها لكم في صندوق الوصف، وبصل وتوم اللي هي الكفتة العادية. عندي هنا الخرشوف متنضف. هنعمل الكفتة نمزجها مع بعض ونعملها كور ونحشي بها الخرشوف. بعد كده هنجهز عندنا الصلصة اللي هنحطها على الخرشوف، اللي هي البصل، اللي هي الطريقة الاعتيادية، اللي هي البصل نتحمر وبعدين ننزل عليه بالطماطم ونصفيها او نسيبها بالقشور بتاعتها عادي، ونصبها على الخرشوف بعد ما عملناه محشناه، ونكون مجهزين الفرن سخن ونحطه في الرف قريب من تحت، ونعلي عادي على الاخر فوق وتحت عشان الصينية تستوي مع بعض. الكفتة مع الخرشوف مفيد جدا للكبد، اقرأوا عن فوائده، من الخضروات الممتازة للجهاز الهضمي للكبد بالذات. ده خرجت عندنا دلوقتي من الفرن زي ما حضراتكم شايفين. الطعم جميل جدا وتنويع للأطفال وللكبار. مش لازم نعملها باللحمة دايما، ممكن تعمل بالفراخ، وطريقتها بالفراخ كمان أجمل كمان. شايفين مستوية معانا ازاي وجميلة وزي الزبدة. يا رب تنول إعجابكم، واللي وصل معايا لغاية هنا يحط لايك